بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي. كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله كده بقى هنسمي الله كده ونصلي على الرسول ونبدأ فيديو حلو خفيف ظريف كده. هو برضو آيس كريم، برضو عشان الآيس كريم مش هيخلص طول ما الحر موجود، لأنه يعني أنا بعتبر الآيس كريم ده هو الحاجة الوحيدة الأساسية أو الأولى المرطبة في الحر اللي احنا فيه ده. بس المرة دي بقى هنعمله اقتصادي جدا جدا، موفر يعني. هتشوف اهو دلوقتي ما احناش هنعمل الايس كريم غير بالنشا والزبادي فقط لا غير. نشا وزبادي والاطعمة بقى. الاول بقى هنجيب ايه بقى 3 4 موزات كده عندك، يا اما او يا تحطيهم في الفريزر او مش تحطيهم عادي، تضربيهم في الخلاط مع معلقتين نشا كبار، كوبايتين زبادي، آه، يعني معلقة لبن بودر اختياري لو موجود، لو موجودة مش موجودة خلاص عادي جدا. تدوبي بس النشا في ربع كوباية مية كده، وبعدين تحطي الموز وتحطي الزبادي وتحطي فانيليا وتحطي النشا متدوب في المية كده، وعسل ابيض. بس هو ده الايس كريم بتاعنا النهارده الموفر جدا وجميل. هو ده بقى بتاع المصانع، ما تقوليش بقى بتاع المحلات بيعملوه مش عارفه بايه، هو بيعملوه بكده، مش هيعملوا لك بلبن ولا كريمه ولا مش عارفه. ده بقى هو ده ايس كريم المحلات فعلا يعني. اهو معلقتين 3 عسل ابيض كده، تبع تحليتك للعسل بقى، بس هو كده كان مظبوط. والفانيليا هي ميه هي سايله او اي فانيليا، تمام. وهتضربي في الخلاط بس كده. ده الايس كريم بتاعنا ده بالنسبه للموز. ده ايس كريم الموز. ضربتين 3 4 كده في الخلاط لحد ما يبقى القوام بتاع الايس كريم. وممكن تحطي جيلاتين بودر لو عاوزه، ولو عاوزه تزودي النكهه اكتر لو عندك باكو جيلي مانجا حطيه. هو كده هو ساده كده يعني، حطيه كده وهو زي ما هو كده على في الخلاط. شايفين بقى الخليط بقى شكله ايه؟ يعني انا بقولك على ايس كريم موفر، اللي هو بتاع المحلات اللي هم بيعملوه كده بالحاجات دي. بس في جميع الايس كريم اللي هو ايه في المحلات الصغيره ده بيعملوه بالطريقه دي، اللي هو ايه بالزبادي والعسل والنشا. زبادي وعسل والنشا، وعسل ونشا. يعني هما يعني مش هيعملوه بقى بالحاجه ما تنسيش عصره الليمونه دي عشان بس الموز بيسود بسرعه، ولا غلون ولا اي حاجه خالص، هو كده طبيعي. بس كانوا والله حبة ايس كريم زي العسل، خفاف كده وحلوين. يعني يعني احنا بنجيب الحاجات الموفرة. يعني انا المرة اللي فاتت الفيديو اللي فات عملته بالبطيخ اللي هو كان طعمها مسخ كده، والبرقوق اللي كان حادق 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 زي الشرش كده. المرة دي بقى عملنا الموز. بعد طبعا كلنا بيفضل عندنا الموز كده، فقلنا نعمل اللي بقى عندنا من الموز بالنشا والزبادي والعسل. كلنا عندنا النشا والزبادي وعسل، تمام كده. اهو شايفين القوام؟ هو ده القوام بقى. انا هعمل فيه حركة برضو قلت هجربها برضو معاكم، اللي هو هنحطه كده خلاص اهو، نحطه في الفريزر بقى ساعة ولا ساعة ونص كده ولا حاجة لحد ما يبدأ تحس انه بدأ يتلج كده، تقومي مطلعاه من الفريزر وتضربيه كمان ضربة بالمضرب. تضربيه بالمضرب كده كمان مرة وتدخليه الفريزر تاني. يعني هي ممكن تكون بتدي نعومية اكتر شوية، بس هو الايس كريم هو الايس كريم. نيجي بقى نعمل تاني صنف بقى في الايس كريم برضو الموفر. منجاية اهي، منجاية واحدة برضو عندي في الفريزر اهي. طبعا قشرتها وقطعتها وحطيتها في الخلاط برضو مع الزبادي، كوباية زبادي. وعشان هي كوباية زبادي واحدة كان معاها كوباية لبن صغيرة حليب، لبن حليب برضو. وبرضو معلقتين النشا برضو في مية، تدوبهم في مية بقى، ولا كريم شانتيه ولا كريمة لباني ولا كريمة الخفق ولا مش عارفة ولا أي حاجة، والعسل بس. هما معلقتين العسل وكوبايتين الزبادي ومعلقتين النشا، واعملي بقى ايس كريم. احلى ايس كريم والله، احلى من بتاع المحلات. انتوا بس جربوه، تمام. ما تنسيش برضو رشة الفانيليا.
وهنضرب برضو لحد ما يبقى القوام معانا زي قوام الايس كريم. كده تمام. يلا بقى صلوا على النبي يا جماعه كده، واللي لسه ما حطش اشتراك يحط، واللي لسه ما شيرش الفيديو شيروا لنا الفيديو يا جماعه الكل يشوفه. والله ايس كريم حلو يعني انا بجيب الخطوات بتاع الايس كريم للي مبتدئين، اللي مش عارف اللي عمالين يقولوا لا هنعمل ايس كريم كده هيبقى حلو، لا مش عارف هيبقى حلو، هيبقى حلو وجميل واحلى من اللي انت بتشتريه كم الف مره. جربي بس وتشجعي كده، واعملي بالنشا والزبادي، بالنشا والزبادي، ابدأي بالنشا والزبادي، بلاش الكريم شانتيه اللي غالي ده. تمام. وفرحي ولادك واعملي لهم بقى اي اشكال واي اطعمه تعجبك. انا بس لو فيديوهاتي بتتشاف اعمل والله، بس مفيش فتحة نفس بقى اهو. شايفين القوام. ان شاء الله فيديو جميل وموفر، وهو مفيش بعد كده بقى توفير والله. هنجيب بقى ايه علبة التلاجة اهو. كده خلاص اهو. تمام. علبة التلاجة بقى، بس مش عارفة العلبة دي ايه يعني. الفيديو البطيء على فكرة بيبطئ الكلام، يعني انا مبطئه عشان هو فيديو قصير فبيبطئ الكلام. هنحط بقى في العلبة الكبيرة دي عشان العلبة الصغيرة دي تقريبا مش هتاخد تقريبا، فقلنا نحطه في العلبة الكبيرة دي. وبعد كده نحطه في الفريزر لمدة ساعة كده، ساعة ونص، تبع يعني ايه، تبع درجة التبريد بتاعتي. انا بدرجة التبريد بتاع الفريزر الحلوة فبردته بسرعة. فهنطلعه ونوريه لكم، وبعدين نضربه بالمضرب تاني، وبعدين ندخله الفريزر تاني. قال يعني المصانع بتعمله كده، هو المصانع هو بيقلبوا مرة واحدة بس. خلاص احنا بنعمل بقى ايه، بنتطور مع اليوتيوب، بنتطور مع اليوتيوب اهو. طلعته بقى بعد ساعة والله بالتالي اقل من ساعة كمان اهو. بدأ يتلج اهو، بدأ يجمد اهو. هنضربه بقى بالمضرب. يعني هي ايه ممكن تكون نعمته شوية، لكن هو ايس كريم، هو الايس كريم. انا المرة اللي فاتت كان طعمه حلو من غير ما اضربه تاني ولا تالت، مرة واحدة وكان جميل. والمرة دي برضو كان جميل. مش عارفة الموز برضو كان فيه شوائب كده. ده الموز بقى على لونه، لا حطيت له لون عشان يخليه مش عارفه ايه ولا ايه ولا ايه، والتصوير طبعا بيغير الحاجه شويه. كده تمام زي ما هو كده، وندخله الفريزر تاني. تحطيه بقى ساعتين تلاتة بقى زي ما يكون، او من بالليل للصبح اهو. بيمط اهو، فعلا هو كان بيمط، بس لو انت عاوزاه يمط اكتر حط فيه معلقه جيلاتين صغيره. تمام كده. عاوزه تعزيز الطعم مش عارفه ايه، لو عندك جيلي موز حطي، لو عندك جيلي مانجا حطي، وانت بتضربيه في الخلاط تحطي الجيلي بودر كده. كده خلصنا الموز. هنعمل بقى ايه نفس اللي عملناه في الموز هنعمله في المانجا اهو. كمان المانجا اهي، هي كميات حلوه، مش صغيره ولا حاجه، بس هي العلب اللي كبيره اهو. شايفين بالمضرب، والمانجا هي لونها على طبيعته اهو كده. ضربتين تلاتة كمان بالمضرب، وبعدين ندخله الفريزر تاني. والله ايس كريم زي الفل، جميل. يعني مش هحلف لكم، بس انتوا جربوا بس وانتوا تعرفوا ان هو فعلا حلو وموفر، وطعمه حلو فعلا زي ما بتشتريه من المحلات. طبعا في انواع الايس كريم كتير يعني بجميع الاطعمه. والباقي بيحطوا اضافات بقى، الايس كريم الغالي بقى اللي هو كده الواحده ب35 وب55 كده ومش عارفه وايه، بمبالغ كده. لكن ده هو انا بحبش انا الايس كريم الخفيف الظريف الحلو ده. بس انت جربي بقى ايه
بالنشا والزبادي، حاجات موفرة جدا جدا جدا. بعد كده ما عدتش هبطئ الفيديو. خلاص كده هنحطه في الفريزر بقى، وبعد كده نطلعه من الفريزر ونوريه لكم اهو. صنفين، عاوز تعملي 10 اصناف بالطريقه دي اعملي براحتك، 10 اطعمه يعني اهو. بعد ما جمد بقى خلاص حطيناه وخد كفايته في الفريزر. بس مش عارفه اهو التصوير اتعدل اهو. اهي شايفين المعلقه دي ممكن تكون بقت كويسه شويه. شايفين الايس كريم، تحس انه فعلا ايس كريم اهو 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 اهو. جميل اهو كده تمام اهو. هو مش جامد ولا حاجه على فكره، بس انا بس استعجلت عليه شويه اهو. الموز بقى هو اللي ساح شويه عشان طلعته الاول. هنبدأ ناكل بقى. انا ماليش شغل ان انا ايه، ادوق الاكل اكله. بألف هنا وشفا كل اللي يعملوا ويجربوا. وما تنسوش يا جماعة، ما تنسوش تشجعونا بلايك، اشتراك، اي حاجة منكم حلو، حتى لو ما شفتوش الفيديو نفسه. عارفة انتوا ما بتشوفوش اصلا اهو. باكل اهو، يعني هو حتى بيبان، يعني الواحد حتى بياكله كده بيبان. شايفين الموز؟ التصوير بيقلب بيغير الشكل خالص. تمام كده. ان شاء الله هنعمل جميع اطعمه الايس كريم. عاوزين نعمل بقى ايه، العاشوره والبليله ومش عارفه والكلام ده كله. جميله اوي البليله دي، بحبها اوي. كل سنه وانتم طيبين. خلاص كفايه. هو بصراحه مرطب وحلو اوي، الواحد يعني بيبقى عاوز ياكل منه طول النهار عشان يحس كده بترطيب على القلب كده. تمام كده. شكرا لمتابعتكم الفيديو.